السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله مع ام اسيد راح نديرو جلبانة، طاجين الجلبانة بالقرنون. لهنا البنات نبداو على بركة الله. نجيبو حبيبة تاع القرنون ونكونو نقيتهم كما راكم تشوفو، وخليت لكم هذه الحبة الاخرى باه تشوفو كيفاه نقيه. انا البنات منحيلوش هذوك الجلوف تاعو منحيهمش حتى الاخر، نخليهم شويه كما راكم تشوفوا باه الحبه تجيني عامره، يعني تجيني كبيره ما تجينيش ما نحيلهاش ديك اللحمه يعني. وكما راكم تشوفوا كي نبدا نقشر فيها غير من الفوق الفوق باه ما تنحاليش كاع هذيك اللحمه اللي فيها، هي تبقى الحبه تاع القرنون كما راهي. شوفوا البنات كي تنقوها من الفوق، شوفوا كيف تبقى الحبه حاكمه روحها، تبقى كبيره. ولا هنا ثاني كي تدخلوا الموس تاعكم وضربوا غير الفوق الفوق، ما توسوش ما تغبوش الموس حتى لتحت، وتنحوا هذيك الاخرى، نحوا غير داك الشعر اللي شتو يجي لداخل وصاي، باه تبقى الحبه كما قلت لكم كبيره. بعد ما نكملوا نقوه كاع نغسلوه في الماء عادي. وباه ما يكحلناش البنات نجيبو حبه قارص، نديرو النصف منها، نقسموها يعني على اثنين، ونبقاو نحكو كيما راني نحك هنايا باه تبقى بيضة، باسكو الجبنة اللي راح نديروها مرقة بيضة ماشي حمراء، نديروها بيضة. وإلا درتوه مرقة حمراء عادي ما ديرولوش قارص عادي. شوفوا هذاك الكحولية البنات اللي فيه غديروا القارص يولي بيض، تروح قاع ديك الكحولية، باسكو القرنون كما تعرفوا ما فيهش الروح، غير غير تنقوه يتأكسد ويولي لنا كحل. بعد ما ديروا كاع الحبات تاوعكم هذاك القارص، ما تعاودوش تغسلوا البنات، خلوه بيه بالقارص تاعو عادي. ونجيبو لهنايا اللحم اللي عندنا البنات. لهنايا انايا مانيش دايره فيون داشي، هذا راه دان داشي تاع داند، يعني يعطيك كميه كبيره على الفيون داشي. الفيون داشي دروك كما تعرفوا راه غالي، صافي كي تقول عطيني حق 50 ميل ولا ما يعطيكش بزاف. انا كيما هذه راهي حق 50 ميل، شوفوا الله يبارك، دلكم عائله كبيره عادي. واللي حاب يدير فيون داشي يدير فيون داشي. نجيبو اللحم تاعنا كما قلت لكم، نديروه في باسينه ولا في واش حبيتو نتوما، نديرولو شويه ملح، نديرولو لي زيبيس فلفل اسود، الكركم وراس الحانوت. ونجيبو مغرف كبيره تاع لاشابلور، ومغرف ثاني كبيره تاع زبده باه يجيكم مطري. انا هذا العجين هنا البنات مانيش رايحه نديرو بالبيض، انا راح نديرو هكذاك، وباه ما يتفتح لكمش ديروا هذيك المغرف تاع الزبده، ونزيدو الماء تاع البصل.
الملا تاع البصل البنات يساعدكم باه ما يتفتح لكمش الفينداشي تاعكم، راه في بلاصة البيض. واللي عندها البيض دير البيض عادي، انا ما نكذبش عليكم البيض راه غالي، راه كارثة. هيا عندي نقتصد خير ما ندير حبة بيض هكذاك نعطيها لبنتي تاكلها ولا نديرها في الفينداشي هكا من بلا والو، وانا كاين عندي طرق اخرين نديرهم. بعد ما نخلطو مليح هذيك الفينداشي تاعنا، نجيبو القرنون تاعنا اللي نقيناه نعمروه. اللي تخاف من القرنون زعما يطير منه هذاك اللحم، ديروا البياض تاع البيض، لو هكا بالبانسو وديروا الحبات تاعكم عادي. راني على اللي تبغي ديرو بالبيض، اللي ما عندهاش بيض كيما انا دير كيما انا درت، غير ما تاع البصل وما يطيرش يجي عادي. نعبزو مليح باه الحبات تاعنا ما يتفتحولناش في المعقى كيما راني ندير. عامليك الحبيبات تاوعي البنات بعد ما كملتهم. الكمية اللي بقات لي راح نديروها كرات. راح نديرهم شوية طوال كيما الحرابش. نديرهم طوليين، اللي يحب يديرهم كرات يديرهم كرات. هذيك الكمية اللي كانت عندي درتها قاع. نخلو هذوك بجيه ونروحو نجيبو طنيجرة نديرو فيها شوية زيت، ونديرو حبيبة تاع بصل تكون متوسطة، ونديرو شوية تاع معدنوس ولا قزبر، ونجيبو الجبانة نديرو شوية تاع الجبانة. انا لا نخدم بالجبانة كونجلي البنات، غسلتها وراني درتها. ونملحو نديرو شوية ملح، نزيدو راس الحانوت وفلفل اسود. ما ديروش الكركم البنات على جال اللون باه يبقى لكم ابيض، وباه البنة ثاني ما تتبدلش تبقى البنة تاع الجبانة هكذاك. ونمرقو البنات بالماء دافي. ما تكثروش الماء ثاني باسكو ما عندناش خضره ولا، راه عندنا غير جلبانه عادي، وعندنا الفينداشي كما تعرفوا بالخفيط يطيب. بعد ما يغلي لنا الماء نرمو الكميه تاع اللحم اللي عندنا.
لهنا البنات كي تجو ترمو ما ترموش فوق بعضاهم، ديرو كل وحدة على جهة، بعدو يعني كيما راني ندير انايا باه ما يتلصقولكمش وما يخسروكمش. بعد ما يغلي لنا الماء البنات نديرو داك المكون السحري اللي هو باه المرقة تبقى لنا خاثرة، نجيبو نص كاس تاع ماء مع مغرف تاع فارينة ونخلطوهم مليح باه ما يبقاولناش حبيبات. بعد ما تتفتح لنا الفارينة نرموها للمرقة تاعنا ونخلوها تكتك واحد الخمس دقايق هكذاك حتى ل10 دقايق، ونطفو على المريقة تاعنا راح تلقاوها خثرت. شوفوا البنات المرقة تاعي كيفاه جات، الله يبارك، وجات بيضاء ما جاتش حمراء ولا. وها الطبق اللي بعد موجود راهي شهي البنات، شهيتكم في الجنة ان شاء الله. وفي الاخير نقول لكم مع السلامة البنات وصحة فطوركم.